السكوتر اللي ورانا ده من السكوترات اللي بتتقارن بالسكوترات الياباني من الفئات العاليه، وده مش كلامي، ده حاجه انا بخش على الجروبات بلاقي ناس كتير بتسال اشتري سكوتر زونتس 350 ولا اشتري سكوتر ياباني افضل، وده ما يدلش ان في حاجه افضل من الثانيه، بس مجرد ان هو اتحط في المقارنه دي بالسعر بتاعه فده يدل ان هو سكوتر نازل بامكانيات قويه جدا. سكوتر بيضمن لك راحه كامله كانك راكب عربيه بس على عجلتين، في كميه اوبشنز رهيبه هنتعرف عليها مع بعض دلوقتي، فتعالى نخش عليه كده واحده واحده مع بعض. سكوتر زونتس 350 دي، احنا هنا في معرض مكه وانا معاذ سعد دي قائد موتور، وخلينا نبدا في الفيديو على طول. السكوتر ده ما شاء الله نازل بتصميم خيالي جدا، نازل منه باللون الاسود المطفي ده، وفي الاحمر في اسود ده، نازل منه الوان كتير بس احنا اللي قدامنا هنا دلوقتي نازل بشكل رياضي يشد اي حد، وحجم السكوتر نفسه مش صغير، حجم السكوتر كبير. فخلينا اول حاجه نبدا بامكانيات السكوتر كموتور وكده، وواحده واحده كده نتكلم عن كل الامكانيات اللي فيه. طيب السكوتر ده 350 سي سي، بيطلع حوالي 38 حصان، يوصلوك لسرعه 160 كم في الساعه، 165. نازل بحقن وقود انجكشن من شركه بوش، ونازل بتبريد ميه. ده شكل الراديتير نازل تحت كده في اسفل السكوتر من تحت، شكله كويس الصراحه، مش مخلي ان هو شكله ملفت ولا حاجه، ده مكان اللي انت تحط منه الميه بتاعت الراديتير. والسكوتر ده نازل بسعه تانك 12 لتر، بيمشيك حوالي 100 كيلو ب 3.5 لتر للبنزين. طبعا في نظامين هنا لاستهلاك البنزين، اللي هو الايكو والسبورت، ان انت تقدر تمشي بالنظام الاقتصادي، وفي نفس الوقت السبورت ان هو بيديك اداء اعلى للسكوتر. طيب خلينا بقى نخش في الكلام الجد، وسيبك بقى امكانيات الموتور خالص، ونبدا اول حاجه ان السكوتر ده نازل بفرامل اي بي اس. بس كده لا، السكوتر ده نازل بنظام تراكشن كنترول، اللي هو بيخليك لو انت ماشي عديت على ميه، عديت على زيت، عديت على اي حاجه، السكوتر نفسه العجله اللي ورا او العجله اللي قدام يلفوا مع بعض بنفس السرعه، مفيش واحده تفرق مثلا في الارض. فده نظام امن جدا، بيديك ان انت تبقى ماشي مش قلقان ان انت تعدي على رمله، على زيت، على ميه. فانت عندك هنا في السكوتر تراكشن كنترول، وعندك فرامل اي بي اس اللي هي بتمنعك برده لو انت فرملت في اي حاجه من الحاجات دي السكوتر ما يتزحلقش منك. طبعا نظام تشغيل السكوتر ده بالبصمه، لابسها في ايدي عادي جدا، بتروح تشغل السكوتر، تعمل كل حاجه في السكوتر، تحكم كامل من الزراير الكتير اللي قدامنا دي. عندنا زرار فصل وتشغيل السكوتر نفسه، وعندنا الايكو مود والسبورت مود، الاضاءه العالي والواطي، وعندنا زرار المارش بتاع تدوير السكوتر نفسه. هنا في زرار بيفتح تانك البنزين، تدوس عليه بيفتح بسلاسه جدا، وتدوس عليه كده تقفله تاني، وبتاع الكرسي الخلفي. كل حاجه في السكوتر ده سهله جدا. هنتكلم عن سعه التخزين، بس خلينا نكمل الزراير الاول. طبعا الزرايرين دول بيتحكموا في شكل العداد والمودز اللي انت تقدر تختار ما بينها. العداد هنا بيبقى ليه اشكال كتير جدا، تقدر تختار الشكل المناسب ليه. وكمان الزرار ده بينزل السكرين زي ما احنا شايفين كده وبيطلعها تاني، وزرار الانتظار والعالي والواطي والكلاكس والاشاره اليمين والشمال. طيب السكوتر ده نازل برده بحاجه كمان مميزه جدا، وهي نظام مراقبه الاطارات. بيديك الضغط بتاع الاطارات ديت مظبوط ولا لا على الشاشه بتاعه العداد بتاعه السكوتر، علشان تعرف ان الفرده عايزه تتزود، الفرده فيها هواء بزياده، يظبط معاك الدنيا كده علشان تكون عارف كل حاجه وانت ماشي بالسكوتر. في تريكه بقى هنا صايعه قوي عجبتني، وهي ان السكوتر ده نازل يعتبر بفرامل يد. يعني الصينيين الصراحه بيعملوا تريكات بسيطه جدا، وتحس ان هي حاجه تافهه كده بس عمليه، بحيث ان انت لو راكن السكوتر على منزل تقدر بالسوسته البسيطه جدا دي تمسك الفرامل كده، خلاص كده الفرامل قفشت، ونبص على الفرده اللي ورا كده هنلاقي ان هي ثابته ما بتتحركش. هنتكلم عن تصميم السكوتر اللي هو اللي قدامنا ده، نازل باللون اسود مطفي، وفي حاجه برونزيه كده بس برده مطفيه، فشكلها بريميوم جدا، شكلها جميل جدا. ولو بصينا على الجنط اللي تحت ده لونه جولد مع الاسود واكلين مع بعض، يمكن الفيديو بيتكلم لوحده عن جمال السكوتر اللي قدامنا ده. نطلع نبص على الواجهه الاماميه بتاعت السكوتر، نازل بفانوس هجومي جدا وشكله جميل جدا، بالعدسات اللي فيه دي بتديك اضاءه قويه على الطريق، 4 عدسات، 2 شمال و2 يمين، ممكن نبص عليهم كده سريعا. ويا سلام بقى لو انت مشغل الاضاءه مع الانتظار كده، الواجهه كامله شكلها زي ما احنا شايفين كده، شكلها تحفه. تعالى بقى نبص على واجهه السكوتر بالنسبه للراكب. انا هركب كده على السكوتر ونبص على الحاجه كده مع بعض واحده واحده. عندنا اول حاجه السكرين اللي قدامنا دي سكرين متحركه عشان تشيل عندك جزء كبير من الهواء، والمستوى بتاعها عالي شويه الصراحه، احنا كده رفعناها كمان، فهي كده معديه راسي. نيجي نبص كده نلاقي المرايات اللي هي تحس ان هي مرايات عربيه كده، والقعده بتاعتها محترمه جدا. نبص بقى تحت كده هنلاقي ان في مكان للقعده الرياضيه او قعده الراحه، ممكن نقول قعده الراحه افضل، ممكن تقعد كده او ممكن تحط رجلك الاثنين كده. الصراحه قعده السكوتر هنا مريحه جدا، الكرسي نفسه الخامه بتاعته كويسه وطريه كده جميله. لو بصينا كده على الزرارين دول، ده الزرار بيفتح يمين يفتح شمال. عندنا مساحه تخزين غويطه ممكن تحط فيها الموبايل، محفظه، شايف ايديها بتخش قد ايه، نفس الكلام هنا. وكان عندنا مدخل يو اس بي ومدخل تايب سي، تقدر تشحن منه التليفون بتاعك. وكمان السكوتر ده نازل بشحن سريع بيوصل لغايه 18 واط، يعني تخيل السكوتر نازل فيه امكانيات الشحن السريع. الصراحه السكوتر ده ما كانش ناقص فيه ان هو يبقى فيه سمارت ووتش يعرفك حاله السكوتر، لو في اي اعطال ولا اي حاجه تبقى ظاهره لك في الساعه اللي في ايدك. ولكن اظن ده من الحاجات اللي هتظهر في المستقبل من شركه زونتس
انا ما قريتش اخبار بس انا ما استبعدش عنهم حاجه زي كده. طيب خليها برضه ممكن نظره وانا قاعد على السكوتر كده. ده حجم السكوتر عليا لو انا قاعد بالوضعيه دي. الوضعيات ديت من الوضعيات المميزه جدا لو انت هتسافر مسافات طويله. السكوتر ده الصراحه يديك قمه الراحه في السفريات 200 300 كيلو، حتى لو سفريه بعيده شويه هيكون حاجه جميله جدا في القعده المريحه بتاعته. طبعا وانا قاعد كده مديني احساس ان انا راكب حاجه حجمها كبير، مش راكب سكوتر صغير خالص. السكوتر ما شاء الله حجمه كبير، يمكن باين حجمي في وسط السكوتر وانا قاعد كده. لو بصينا ورا كده على الواجهه الخلفيه دي من اكتر الخلفيات في اي سكوتر اللي شكلها ملفت جدا بالشرايط الليد الحمراء دي. وكمان بقى في تركايه هنا ان الحمال الحديد دي فيها مكان لمسامير، بس عشان شركه زونتس بتهتم بالتفصيل حاطه لك الجلد ده بحيث ان انت لو مش هتركب حاجه يبقى الشكل وحش والاخرام باينه. حاطه الجلد ده كده قافل بيه. لو انت هتركب توب بوكس تقدر تركبه في الاربع مسامير دول. طبعا من الحاجات اللي انا ما فهمتهاش في السكوتر ده ان هو نازل بمساعدين خلفيه عاديه جدا، مش نازل مساعدين غاز حتى، فدي ما اظنش ان هي تديك احسن اداء كمساعدين خلفيه. اما بالنسبه للشكمان فهو مديك كده شكل صايع جدا بالاخرام اللي فيه دي، شكله حلو. السكوتر صوته هادي. تعال كده نسمع صوت السكوتر مع بعض. الدواسات اللي في الجنب دي بتفتح بطريقه جميله جدا، تدخلها كده تخرج شكلها حلو جدا الصراحه، عشان اللي راكب الراجل يحط رجله عليها. يعني تحس ان كل حاجه في السكوتر ده سهله. وفي تفصيله كده بسيطه في الجدون بتاعت السكوتر، حسيت ان هو مرن بزياده. يعني تيجي تفتح كده السكوتر جميل. يعني انا بمسك سكوترات كتير او موتوسيكلات كتير تحس ان السكوتر هي مسكته الجدون حلوه شويه. ما اعرفش ممكن تفهم قصدي في الحته دي ولا لا، بس انا بحاول اوصلها لك. برضه نبص على مساحه التخزين تحت الكرسي. عندنا هنا مساحه عامله بومبيل كويس كده لتحت بحيث ان انت تحط الخوذه بتاعتك مقلوبه كده، يشيل خوذه كامله او خوذه اهو. وفي حاجه غريبه انا لقيتها هنا مع السكوتر وهي الشاحن ده. الشاحن ده المفروض ان هو بيشحن البطاريه، فالبطاريه لو خلصت منك انا ما اعرفش الصراحه التفصيله دي، يعني ممكن اكون بهبد، بس غالبا البطاريه لو خلصت تقدر تشحنها بالشاحن ده، ولا لو نامت تقدر تقومها بالشاحن ده. انا ما اعرفش، لو حد عنده معلومه يقدر يقول لي تحت في التعليقات. فانا هسيبك انت تقول لي هل السكوتر ده فعلا يقدر يتحط في مقارنه مع السكوترات الياباني بكميه الاوبشنز اللي فيه دي وكميه الراحه اللي موجوده فيه. شركه زونتس نازله السوق بقالها كتير، بقت منتشره عالميا اصلا، فالمواتير بتاعتها كويسه، الكواليتي بتاعتها بتقدم كواليتي كويسه. هي مش اعلى كواليتي، بس اللي انا شايفه من وجهه نظري ان الشركه دي بتحاول تحسن من نفسها كل فتره، بينزلوا تعديلات على السكوترات والموتوسيكلات بتاعتهم من وقت للتاني. السكوتر ده سعره 180,000 جنيه. هل السعر ده بالنسبه للسكوترات الياباني سعر مناسب؟ هسيبك انت تجاوب على اجابه السؤال ده. وبس على كده انا معاذ سعد، دي قناه موتور. اشوفكم فيديو جديد يا رجاله. سلام.